النهارده معانا اخبار حصري مع محمود. النهارده معانا اول خبر طبعا كل الناس بتتكلم على مصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا اتعرض على النادي الاهلي واتعرض ولجنه التخطيط. طبعا عرضوا ان يجيبوا مصطفى محمد من فريق نانت الفرنسي. الاهلي كان عايز يجيبه اعاره. الفريق عرضوا على النادي الاهلي 6 مليون يورو بيع و2 مليون يورو اعاره في فتره كاس العالم. طبعا المبلغ ده كبير قوي على النادي الاهلي، فالاهلي رفض. عشان الناس كلها تقول مصطفى محمد جاي في يناير، الاهلي خد 4 سنين. الكلام ده كله كده، هو فعلا الاهلي كان هياخده، بس طبعا المبلغ كبير، 2 مليون يورو 6 شهور و6 مليون يورو بيع. طبعا الموضوع ده فنان. في طبعا خبر تاني على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي في شهر واحد هيبقى فري. طبعا الاهلي عرض على مصطفى فتحي. الاهلي طبعا كان هياخد مصطفى فتحي في يناير، بس طبعا لجنة تخطيط النادي الاهلي رفضته، قفل خالص. لسه طبعا هيعرضوه على كولر. طبعا موضوع مصطفى فتحي اتقفل نهائي حتى من الاداره، قال لك ممنوع منعا باتا مصطفى فتحي. طبعا ما قالوش ليه ولا قالوا عشان ايه، رفضوه من قبل اسمه ما يتعرض حتى على كولر. لسه لجنه التخطيط بتتكلم ولسه هيعرضوه على كولر، اتقفل. طبعا موضوع مصطفى فتحي ناس بتقول لك ده هيروح الاهلي، لا مصطفى فتحي الموضوع مرفوض من الاول. طبعا مصطفى فتحي انت عارفين ان هو في يناير هيبقى فري. طبعا كلموه في نادي الزمالك عارضين عليه كام؟ 15 مليون. طبعا الواد مصطفى فتحي كابتن مصطفى فتحي رفض. قال له طب حتى خليها 30، خليها 25. ده بياخد في بيراميدز 950 ألف دولار عشان يروح الزمالك ياخد 12 مليون. طبعا مرضيش. مصطفى فتحي لحد في شهر واحد يبقى فري. ده خبرنا عن مصطفى فتحي. معانا خبر تاني عن أشرف داري. أشرف داري طلب من الدكتور أحمد جاب الله ياخد حقن الكورتيزون عشان خاطر يلحق المطوشة اللي جاية. طبعا الأهلي سأله أنت خدت حقن دي قبل كده؟ قال له خدت حقن 3 مرات. طبعا دكتور أحمد جاب الله رفض نهائي حوار الكورتيزون. قال له تاخد حقن الكورتيزون كده يبقى أنت في الملاعب مستقبلك قليل، يعني عمرك في الملاعب قليل، مش هينفع. لا، قال له خليك براحتك وخف على مهلك واحنا مستنينا. راحوا طبعا الاعلام كلهم بيتكلموا ان انا صفقه تعتبر فاشله او ما لحقتش العب او كل شويه عمال اتصاب. قالوا له زي ما انت واحنا خليك زي ما انت وفتره العلاج، يعني الاهلي هيستناه لحد ما يخف براحته. وحته الكورتيزون اترفضت نهائي بخصوص اشرف داري. نخش تاني على رضا سليم. رضا سليم كل الناس بتتكلم ان هو مستواه قل جدا، وطبعا ما بيلعبش زي الاول، زي ما كانش بيلعب في الجيش المغربي. في حاجه انتوا مش عارفين على رضا سليم. رضا سليم عنده شكوى في الركبه، بقاله 3 شهور عنده شكوى في الركبه. الركبه كل ما يجي يتدرب يجي يلعب في اي ماتش او في احتكاك ركبته توجعه، يطلع ياخد حقنه مسكن وينزل يتدرب، ياخد حقنه مسكن ويلعب. طبعا حوار رضا سليم ده مطول، عشان كده مستواه قل. بس الاهلي ما يفكرش انه يمشيه. راسكين طبعا لعيب كبير، هو دي حته ان مستواه قل، لكن هو مستمر مع الاهلي ومش ماشي قاعد. هو اللي طبعا اللي ماشي من الاهلي الاجانب خلاص. طبعا تاو كده طبعا مش هيجدد ولا هيقعد، لكن راسلين مكمل عشان كولر قال لك انا مديله فرصه وثقتي فيه كبيره. حته شكواه في الركبه هيتعرض بكره على دكتور ونشوف حوار الالم دي جايه منين. هيعملوا بقى اشعه في الركبه، قال الشكوى ده منين؟ في حاجه في الركبه، في حاجه في غضروف في الركبه، بس هو ما بيلعبش غير بالحقن، عشان كده هيعرضوه على دكتور بكره. ده بخصوص رضا سليم. في خبر تاني على حمزه علاء. حمزه علاء بيراميدز عارض عليه في 4 سنين 100 مليون جنيه. لحد دلوقتي هذا الاهلي ما عرضش على حمزه علاء ان هو يمضي خالص، ولا حتى حد كلمه. كان كلام من حوالي شهر انه هيمضي كابتن محمد رمضان، هيمضي مع حمزه علاء ويجدد له، ما جددوش حد ولا حد اتكلم معاه. موضوع سايبونه فاضي. بس بيراميدز عرض عليه 100 مليون في ال4 سنين. ده بخصوص حمزه علاء. في خبر ان الاهلي بيفكر في 3 لعيبه وعرضهم على كولر، ولجنه التخطيط عرضتهم على كولر: محمد ربيعه، مصطفى العش، محمد اسماعيل. طبعا كولر بيفكر في ال3، بس اللي اقرب منهم محمد اسماعيل هو المدافع. ده اللي احنا سامعينه من ناس لجنه التخطيط، اقرب واحد هيروح محمد اسماعيل او مصطفى العش. طبعا مش قوي،
بس في الاهلي فكر في الثلاثه دول، بس اللي قربهم محمد اسماعيل المدافع. طبعا انتوا عارفين الاهلي في الدفاع طبعا مصابين كتير ده اللي عايز يدعم عشان خاطر الدوري. ده اللي ايه بخصوص الدفاع. طبعا كان الهجوم طبعا الاهلي وان شاء الله مهاجم وفي جناح. طبعا ده بخصوص النادي الاهلي. في طبعا خبر تاني عن نادي الزمالك او لحضراتكم. طبعا انتوا عارفين اللي باتشيكو عايز من الزمالك 119,000 يورو. طبعا انتوا عارفين ان كده نادي الزمالك مقفول. طبعا الزمالك بيتكلم مع باتشيكو ان يقسط على دفعتين او 3 دفع. لسه طبعا باتشيكو بيفكر لا مرتين او 3 دفع. بس هو باتشيكو عايز ايه على مرتين. لسه بقى بيتكلموا معاه. طبعا هو عايز الفلوس 119,000 دولار، عايز ياخدهم على ايه دفعتين. طبعا انتوا عارفين الزمالك دخل معاه مشكله فرجاني ومعاه مشاكل مش عارف مع باتشيكو. باتشيكو طبعا عايز من الزمالك فلوس وهو عايز ياخد الفلوس على قسطين. طبعا لسه الكلام. ولو باتشيكو رفع على قضيه تاني هتعمل على 5 شهور و6 شهور. طبعا الزمالك عايز يفك الحوار ده قبل يناير عشان ايه يدعم اللعيبه. اما بخصوص مشلاك لو نبدا الزمالك كان جايبه من الفرقه السعوديه جوميز عايزه يكمل. قال لك انا مش هحكم عليه غير بعد في يناير. بعد يناير همشيه او اقعده. لسه مش عايز يمشيه دلوقتي. قال لك انا هسيبه لحد يناير، هديله فرصه لحد يناير. كمل وثبت نفسه هيقعد، ما كملش نفسه هيمشوه. ده اللي هو ايه خبر نادي الزمالك. طبعا انتوا عارفين ان بكره ان شاء الله منتخب هيلعب مع بوتسوانا. طبعا انتوا عارفين ان الماتش برضه تحصيل حاصل طبعا، بس برضه كلنا ورا المنتخب طبعا عشان ايه نطلع ان شاء الله نكسب ونفرح الناس كلها. طبعا انا عاوز اقول لاخواتي واصحابي اللي بره مصر وجوه مصر اللي يخش الفيديو يتفرج على الفيديو يشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم وان شاء الله دعمونا وعشان القناه تكبر بيكم. وعاوز اقول لحضراتكم ما قلتهاش في اول الحلقه اللي يحبنا يشترك عندنا. طبعا انا ما قلتهاش في اول الحلقه وبقولها لكم دلوقتي. المهندس نجيب ساويرس وابنه عملوا حاجه بره الصندوق. طبعا الخبر ده حصري عندنا احنا بس. عمل حاجه بره الصندوق، عمل قناه على اليوتيوب بتصور فيها اللعيبه في الملعب وفي اوضه اللبس وفي كل حاجه في التدريب. وطبعا هما بأداء الاداء البدني وكل حاجه وطبعا مع المدرب عشان ناقص بس ايه يصوروهم وهم بياكلوا وبيشربوا. طبعا دي حاجه جديده لفريق زد. طبعا الفريق طبعا عارفين ان فريق زد بيدعموا مهندس نجيب ساويرس ونجله. وطبعا ايه طبعا ما عامل الفكره دي. طبعا الفكره طبعا حلوه. طبعا ايه زي الاهلي المصري طبعا عنده قناه. هو طبعا عمل قناه على اليوتيوب عشان يتابع اللعيبه ويتابع مستوى التغذيه مستوى التدريب يلعبوا في الجيم. طبعا عايز يشوف كل اللعيبه ويشوف كل المحتوى بتاع اللعيبه. في اصابه في لعيبه مش في لعيبه مش بتأدي مهمتها في التدريب. عايز يشوف كل حاجه قدام الناس ويفرج الناس على فريق زد. طبعا فريق زد عارفين هو ايه مش فريق صغير فريق كبير. وطبعا فريق زد دوت عارفين انه بيدربوا ايه مجدي عبد العاطي ومين وليد صلاح الدين. ده كان اخبارنا النهارده عن الكره المصريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.